تقارير إعلامية تكشف مفاجأة كبيرة بشأن غياب أحمد السيد زيزو عن الزمالك والقادم بالنسبة للاعب. لكن في البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بنقدمه من أخبار نادي الزمالك اليوم. هاني حتحوت الإعلامي المصري كشف خلال تصريحاته الأخيرة عن الموقف الحالي بالنسبة للاعب أحمد السيد زيزو وغيابه عن الزمالك خلال مباراة الزمالك وسولار الجيبوتي، تلك المباراة اللي خسرها الزمالك بهدفين للا شيء في ذهاب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. هاني حتحوت عبر تصريحاته الأخيرة أكد أن غياب أحمد السيد زيزو عن هذه المباراة وبنسبة كبيرة بيأتي بسبب المستحقات وليس بسبب الإصابة كما يدعي مسؤول الزمالك. وتابع حتحوت في تصريحاته أن أحمد السيد زيزو حصل على أكثر من وعد من مسؤولين داخل الزمالك ورجال أعمال ولكن لم يتحقق أي شيء حتى الآن، مؤكدا أن غياب أحمد السيد زيزو مؤثر جدا عن الفريق، والأرقام وشكل الزمالك خلال مباراة سولار الأخيرة تؤكد تأثر الزمالك الكبير بغياب اللاعب. وأكد حتحوت أيضا خلال تصريحاته أن والد اللاعب تحدث مع مسؤول الزمالك قبل انتهاء معسكر منتخب مصر، وأكد لهم أن ابنه لن يظهر في أي مباراة مع الزمالك حتى يحصل على مستحقاته كاملة. تلك المستحقات شاملة 50% من مستحقات الموسم الماضي و25% من مقدم تعاقد اللاعب عن الموسم الحالي، مؤكدا أن زيزو لن ينزل التدريبات وسيتدرب بمفرده ولن يتواجد في المباريات إلا عقب الحصول على مستحقاته كاملة.